هلا تتذكروا سلسلة سيرة وطبيخ اللي طلعت فيها كل العائلة، فضحنا كل العائلة فيها، بس كان في شخص واحد بسويد ما قدرنا نحصله. اليوم حنونة طبعا معنا بفيديو مثل سيرة وطبيخ، وحنونتي جاهزة اليوم تجاوبي على أسئلة المتابعين. بنقول إن شاء الله. بنقول إن شاء الله. حسب السؤال. شوفي احزمي شو عملت لك انا، مش اريح لك نفسيتك بما انك لساتها ما متعود على هيك قصص زياده. فانا شو عملت لها حنين؟ جاتو وكريمه مشان تقعد تدهن الكريمه وتركز يعني تلتهي يعني. عرفتوا شو؟ انتوا احسوا ليش نحن بدنا نلهيها؟ نحن مشان نطلع منها الخمير والفطير، وانتوا سالتوا اسئله بتجنن. هلا حنين رح نتفاجئ، ف خليكم معنا. هلا هي يعني بدك تديري بالك عليها وتظبطي لنا امورها، انه طالعين بدنا نطلع مشوار يعني بعدين مشان ناكل هونيك يعني عليكي. خلينا نشوف اذا ظبطت اول شيء نشيك. الله هي طالعه كثير طريه. ايه كثير عن جد. نجربها اليوم على الدواء بتبين. خلص انا ما رح اخدعهم، اذا مو ظابطه رح اقول لهم. ايه خلص ماشي. طب هي الكريمه انت عليكي بس تدهني، تمام؟ جاهزه لاول سؤال؟ يلا هاتي. طبعا نحن مثل العاده شو بنعمل؟ بنراعي مشاعر البني ادم الطبيعي اللي معانا وبنسال اسئله طبيعيه اول شيء. لا سؤال بس اول شيء قبل ما تفوتي. ايه انا ما بدنا نقسمها؟ نقسمها لا، هو بدنا ندهنه هيك من فوق لانه هو طبقه يعني طبقه واحده خفيفه. ايه تمام. اول سؤال يا حنونتي، جاهزه؟ هاتي لنشوف. قال قديش عمرك وشو ترتيبك بين اخواتك؟ هلا يعني ما بصير الواحد يسال الثاني على عمره. نو يعني بس انا مواليد 97، عمري 28. ما شاء الله العمر كله احنا حيين. على فكره قلتوا لنا انه انا وحنونه كثير نشبه بعض وقت طلعنا عند هدوله. حبيبي اكتبوا لي كمان تحت. معقول انا حلوه لهالدرجه؟ لا ما بقدر. خلص لا بقول علينا بيت فستق. خلص يلا كملي. تمام. شو ترتيبك بين اخواتك؟ انا الثانيه. الثانيه هي بعد هديل وسطاني. مباشره. انا وسطاني بحد ذاته. بطلتي وسطاني. كيف بدنا نحسب اذا احنا سته؟ مو سته. ايه ما في وسطاني عندنا. لا بلا الاثنين الوسط، قيم الاثنين اللي من الاول، اثنين من الاخر. نبقى انا ايه ودانا. انت ودانا الوسط. انا ودانا مزهريات العائله. هلا السؤال الثاني، بتحسي بالوحده بالسويد؟ ولو خيروكي بين المانيا والسويد مين تختاري؟ احبكم متابعتكم من السعوديه. حنونتي شو؟ هلا انا يعني لو برجع فيني الزمن اكيد بعيش بالمانيا مو بالسويد. لانه الواحد يعني بس يكون لحاله ما بيكون مبسوط، او ما لانه ما بيشارك يعني العيله بشيء، بحس حاله بعيد دائما. فهذا يعني لحاله يعني هيك بشعر الواحد بالوحده اكيد. انا لو اني كنت واعيه وكبيره كنت دغري سحبتها. بس نحن مو كان بوقت انه ناخذ قرار، يعني ما كان وقت القرار، كان يعني بدك تقولي الواحد مسير عن جد. بالوقت اللي كانت هي هيك الواحد كان يعني يطلع وخلص بده يشق طريق ثاني تماما عن عيشته، ما كان في وقت انه الواحد يصفن هي الصفنه والله هيك ولا اختار. او حتى البلاد ما كنا عارفين يعني شو سيستمها، يعني صح. خلص وصل الواحد هيك يعني في الواحد يعني بحس بالوحده لانه مثلا بيجي العيد، بيجي رمضان، هاي المناسبات بتحسي يعني بدها جو عيله. اي والله. عرفتي مع بعض. رح ننتقل للسؤال اللي بعده. رح تفتحي قناه نفس هدي لام النور؟ انا مسميني ام النور. معك ام النور. ام النور شخصيا. ام النور شخصيا من هون. والله انا يعني فكرت بالموضوع من قبل بس بعدين لغيته. حنين شوفوا شو، على فكرة احكي لكم شغلة، حنين كتير بتعرف اشياء الدايت وكتير بتعرف اشياء عناية بالبشرة كتير. انا بحس حالي بعرف، بس وقت تيجي خلص بحس حالي صفر. فاقنعوها ماشي يعني، قولوا لا هيك زبطوا وضعكم، انتوا بتزبطوا وضعكم تستفيدوا. فانا برأيي تزبطوا وضعكم ونستفيد كلنا، ومنه بتضل المعلومة ما بضل اسألك عليها على الموبايل، بشوفها بالفيديو دائما. خلص بصير تعطيني الافكار انت. شايفين؟ اعملوه اكتبوا لها تحت. يعني اذا شجعوني بجوز افكر مرة ثانية. خليها تعمل لكم بيوتي وتظبط لكم اموركم. يعني عليكي. السؤال اللي بعده، صار كثير كريمة يعني انت ادهني قد ما بدك، تصرفي. ولا الاطراف بدك كمان؟ بدها الاطراف كمان. كله يعني. هلا النور حبي، كيف كانت علاقتك مع اختك لما كنت صغيره بسن المراهقه؟ نحبك بزاف وانا نحبك بزاف، شو رايك حنون؟ انا يمكن اذا بزعل على شيء انه بحس حالي ما كثير وعيت عليكم بسن المراهقه، يعني انه ما شاركتكم كل شيء، لانه انا وقت تزوجت كانوا صغار، يعني كنت يمكن صف سادس انت انا او سابع على الاغلب. فانه بحس هيك انه
ما وعيت عليك، ما شفتك هيك بكل مراحلك يعني. لا تقول لجروحاتنا. هلا شوفي شو، هلا هي فترة المراهقة منيح ما شفتينا فيها لأنه أصنخ مرحلة يعني. هاي المرحلة المسطوبة من حياة البني آدم عن جد، فبلاها أحسن يعني. هلا السؤال اللي بعده، قال اسألي يا نور بشو كانت غيظتكم؟ نور بشو كانت؟ نور بس كانت فسادة شوي، هاي مشكلتها. كنا انا وهديل نقعد مع بعض مثلا كنا بنتحدث شيء ونسكر الباب حالنا، نور فوتوني بدق هيك على الباب، فوتوني لجوا. خلص نور هلا بنفوتك، ما في خلص. انا ما كان عندي يعني انه تقعدوا هيك وتستفردوا ببعض بدون ما تسمع يعني، معقول؟ لا ولو بس والله احكي لك شغله، اعترف لك اعتراف، انا ما كنت بعرف انه هذا الشيء هلا انا بدي اسالك سؤال عن جد ايه؟ هلا انت كنت تفسدي عن جد علينا؟ لا والله على فكره انا طلعت تهمه، والله ما كنت افسد عن جد؟ ايه والله، يعني كانت مثلا اذا سالني حدا يعني شو عم يعملوا فكرك انك انت فساده، بس انت عن جد كنت تفسدي. لا والله شوفي انا طلع علي الصيت وتصالحت معه، عرفتي شو؟ يعني انت ما فسدت علينا؟ لا والله ما فسدت، والله ابدا ما فسدت، بس يعني مثلا اذا مثلا حدا وقع شيء مثلا مو انا اكون مثلا انا بنفس المكان اقول مو انا هي كذا، فما اكون فسدت، انا عم ببرئ نفسي. عرفتي شو؟ بس والله انا مو فساده. خلص معناتها احنا ظلمناك، اسفين. لا هذه مو مشكله. خلص معلش بمرق لكم اياها. انا تقبلت قعدك معنا ونحكي لك كل شيء. شكرا والله فضلتوا علي يعني بصراحه، ما احلاكم قعدوني. هلا ما كيفنا يعني مثلا ما احلاكم زعيمة البيت. هلا مين اللي مسيطر على الاجواء؟ والله نور اللي مسيطرة، بتمشينا مسطرة. خلينا نكمل باللي بعده. قال نور لو قلنا لك اوصفي اختك بشكل مختصر شو رح تحكي عنها؟ عن جد بيت فستق يعني رح يصير الموضوع. لا عن جد شوفوا، اول شغله بس اتذكر سبحان الله كل وحده من اخواتي بحس في إلها كلمه وهيك صوره ببالي. عن جد انا متحمسه اعرف. عن جد انا حنين بحسها هي يعني اسم عم مسمى، هي واحد حنين، لانه بس تخطر حنين ببالي بخطر لي حنيه والصفاء دغري يعني كله. مثلا دانا بخطر لي الهدوء والهيك الرزانه، عرفتي شو؟ مثلا هديل بخطر لي الطاقه والهيك الاجواء الغريبه، انه هيك دائما بتحرك لنا الجو على طريقتها، ودائما يعني هيك شيء مميز. اما انت دائما هيك انه اول ما تخطري اصلا ببالي بتذكر وقت كل مره نطلع ببعض نعرف انه هي بدها تروح ونصير نبكي مثلا. عن جد ودغري بخطر لي انه حنين هيك الحنيه والصفاء، يعني انك انت صافيه هيك قلبها ابيض يعني. ايه والله اشي بينكم عملتوه زمان وكل ما تتذكروه تضحكوا عليه من قلبكم. من يومين كنا عم نحكي عن شغله، فالموقف انه احيانا مثلا كان يصير شيء ونكون نحن ما بدنا نحكي، انه متفقين مع بعض انه ما نحكي، بكون انا عصبت زياده يعني، انا ارتفع عند الليفل، فبكون واقفين مع تيتا كثير رفيقتي يعني. فشو بتصير نور تعمل لي انه خلص انه انا معصبه عم بحكي، ما بعرف من فعل عم بحكي، ليش عم تعملي ليش؟ ايه دم تيتا يعني تيتا واقفه، انا عم بذكر انه هذا ما بدنا نحكي، هي واقفه عم بعملها، هي بتقول لي ليش عم تعملي لي هز؟ بدي احكي انا اطلع هيك خلص لا تبكي يا صغيري الله والسماء. عن جد فكانت تدمرني بهالحركه خلص يعني. لا تعملي احكي شوفي احكي خلص. لا انت الموضوع مصيري. طيب شو مصيري؟ هي حنين على فكره فيها عاده بس تقفع معاها خلاص ببطل اشوف خلاص كل شيء. مسامحك معلش بنمرق لك يعني. معناتها انا الفساده. يا والله انت الفساده. شايفين مين الفساد؟ مشان تعرفوا اني انا حرام. نور مظلوم. انا هل بتحسي خواتك البنات متصنعين على السوشيال ميديا؟ والله لا عن جد لا. قولي اللي إلك ولا لك؟ ها مو لانه لا عن جد مو لانه اخواتي بس، هديل ونور يعني نفس الحياه الطبيعيه، هن نفسهم على السوشيال ميديا، يعني ما عندهم لا انه مثلا هيك لا مثلا او حكي او لقم او شيء، بس هن يمكن شوي
خجولين اكثر بالحقيقه بالحقيقه شوي بس انه كهيك شخصيتهم هي عن جد نفسها. انا بتمنى على فكره انه اشوفهم كثير احيانا هيك بخطر على بالي بقولها ليوسف انه بتمنى اشوفهم عشان هيك يعني يعرفوني اكثر عن قرب يعني صح. وبحب دائما انا نفس بالشغله هيك الطاقة نفس الحكي مثلا نفس كل شيء بس انه ممكن اذا التقيتوا بحدا لاول مره تكونوا شوي أكيد. يعني خجولين اكثر. لو ما كانت نور اختك هل رح تصاحبيها يعني تصير صاحبتك وتحكي معها وهيك شيء؟ يا الله يعني إذا شفتيني برا غريبه يعني. هلا عن جد انا لو مثلا نور مو اختي بتمنى يكون بحياتي حدا مثلك. لا ضيعت مالك نفسي مرة ثانية. لا عن جد بتمنى يعني انه نور صادقه وما عندها هيك ما يعني خلص السر اللي بتعطوها اياه او بتحكوها باي موضوع خلص يعني بنتهي بنفس اللحظه ما بتفهم الواحد غلط ولا بتحكم عليه يعني عن جد يعني لو ما كانت اختي عن جد بتمنى يكون عندي رفيقه نفسها بحياتي لانك انت كثير وجودك مهم. استغفر الله يا رب لا اله الا الله. نحن على فكرة في عنا عادة انه وقت نكون قاعدين بقعدة ما بنحب حدا يمدحنا لانه بنتوتر ما بنعرف نرد. لا ثقافة الرد صفر. تشوفوا حدا منكم يكتب كتاب اللي عنده ردود كتير يعني بعرف يرد بكل موقف يعمل لي كتاب انا بدي اشتري بس نحن من التلبك تصير تبلع نص الحكي. يعني مثلا عاش من شافك انت كمان يعني هيك انا وياك انت وانا. هلا حنونه السؤال اللي بعده بقول لك انو مرحله بحياتكم بتشتاقوا لها؟ هلا انا عن جد بشتاق لمرحله قبل ما اتزوج يعني الفتره هاي اللي كنا عايشين فيها كلياتنا مع بعض لانه هون بلشنا نوعى شوي على بعض عن بس جد بحس انه يمكن لو الواحد عاش اكثر هاي المرحله مثلا كانوا سنين اكثر كان الواحد هيك بنبسط اكثر بيعمل شغلات عن جد انه مع بعض لانه بلشنا نوعى وقتها انه نفهم مع بعض وهيك فبحس هاي الفتره مفقوده شوي من حياتنا نحن يعني لانه وحده انا سافرت وهديل سافرت وهن ضلوا دغري على فكره ولحتى انتم طلعتوا كمان مرق وقت يعني صح. عرفت بحس انه لو كانت اطول كانت انا بتمنى انه كانت اطول والله يعني. وانا بتمنى عن جد تمنيتوا لو كانوا محمد ويوسف بنات كمان يعني انه يكونوا كمان بنات انه بتصيروا كلكم بنات هلا مع بعض. انا بعمري ما تمنيت انه فرد بدال فرد يعني هاي ما صارت يعني لا ولا انا بس كنت اتمنى انه يكون في عندي اخشب وأنا. انا يعني حموده نفسه هو هلا الله يخلي لنا اياه يعني بس هو اكبر واحد بجنن. مثلا بس مثلا لو كان اكبر مني او اصغر مني انه يعني مباشرة اصغر منك او يعني اكبر منك او بالنص يعني جاي مثلا بيناتنا بين انا وهديل وانت ولانا هون كان في فتره لو حموده بالنص يعني كان يمكن هيك طلعنا معه اكثر شبعنا منه اكثر او هيك يعني ويعني خصوصي وقت شفنا هيك اخواتي يعني حموده مثلا قديش لساته صغير يعني ما كثير يعني اول طلعته هلا يعني بس تصرفاته بتجنن كيف هيك وقت نمشي معه وهيك وهو عم يكبر ويطول عم بحس انه بلشت تتحقق احلامي بانه يكون عندي اخ كبير يعني بحس عن جد لا ما بالعكس هن حركوا شيء او نحن كنا حابين يكون موجود شيء اللي هو هن فما بنتمنى انه يتغير يعني. لا ويوسف يعني كثير عامل جو بالبيت طبعا للاسف يعني بجنن ما بتتخيلي البيت بدونهم اعوذ بالله يعني لا هيك مثل ما هن انه صح اولاد واجوا اخر شيء بس كل واحد محرك طريقه صح تحسي البيت او هيك وانا هيك برايي بصراحه. طب انت شو شعورك انه هو من عمر اولادك يوسف فانه انت شو بتحسي؟ انا شعوري تجاهه مختلط يعني بحسه ابني واخي يعني عندي تجاهه شعور شوي الامومه لانه ما كان بعرف عنده في يعني في فرق بالعمر بيناتنا فبحس يعني انه هيك بس يعمل شيء انه خلص كانه هو ابني دغري بتحن يعني حبيبي مو انه هاي تبعت لامانه الاخوات لا نحن عودنا لا انا كان في هاي الحقاره تبعت لا انت مو هيك عرفتي شو؟ لا نحن يعني امورنا تمام ما بدنا حدا يتغير خلص لا خلص كل واحد اخذ موقعه نعم ويعني عايش بالوقت الصح عن جد هيك يعني انت فقرة سيرة طبيخ ما كنت تشربي العالم شيء كنت تنشفي لهم ريقه رمضان كانوا يكونوا صايمين يعني لساتك بدك تقري يعني خلصنا من التنقير ايام زمان لهلا بدك تعطي علي انا اعمل لها قهوه يا الله بدل ما هي تضيفني قولي انه انا عملتها لا بس عن جد طيبه اشوف طيبه قهوتي اللي عملتها ظريفه يم قهوه طيبه كمان هي انا عملتها نور عملتها انا هيك قلت لها تقولي قدامكم
هلا جاهزة للسؤال الأخير مع فنجان القهوة؟ يلا تفضل. كل واحدة فيكم تعطي نصيحة لأختها تبدأ ب لا تكوني تمام. ونقط، يعني إنه تكمليها. متابعتكم من فترة قريبة وختمت كل القنوات العائلة. أول شيء كل الحب إليك، وكتير كانت كاتبة على فكرة أسئلة بتجنن وكتيرة وفعلا أسئلتها مميزة. وهلا نشوف إنه لا تكوني شو بخطر لك؟ يمكن لا تكوني سريعة الانفعال مشان ما تنفهمي غلط، لانك انت كيوت زياده عن اللزوم، ممكن انك تتفاعلي شوي بطريقه اكثر فممكن تنفهمي غلط. طاقه ممكن تنفهمي غلط. يعني مثلا انا كنت شايفه فيديوهاتك اللي قبل كثير في تعليقات زعجتني شوي، يعني لانك انت مانك هيك كليا، يعني مانك هيك، فانه تنفهمي غلط يمكن لانك انت شوي هيك ردود افعالك سريعه. بس هو شوفي لهيك انا بتمنى لو بيعرفوني عن الحقيقه، لانه انا سريعه البديهه باي شيء، يعني حتى الشخص مثلا ما بيلحق يطلع انه هون بده هذا الغرض، او بابا عم يطلع اني اعمل هاي الشغله مثلا، خلينا نقول بابا مثلا بدون لسه ما حكى بس تطلع هيك عليها عرفت شو بده دغري بتصرف. حركتك سريعه وبالحكي هيك بالحكي ممكن مثلا انت نكون عم نحكي انا وياك انت هيك تحمستي بتحكي مثلا بتفكري معي بالحديث، وفي انا شغله ما بكون مزعوجه، يعني انا عادي لانه نحن هيك عم نحرك الجو وكذا. بس الناس مثلا بتفكرك انك انت هيك عم تقاطعي العالم ومتضايقيه ومدري شو، بس انه انت بالفعل فعليا يعني انت اللي محركه الجو او عامله الجو، ما بيكون هيك الموضوع. وبعدين على فكره في شغله انا كنت حابه كمان احكي لهم يعني هيك بفتره من الفترات فيديو من الفيديوهات تمام، انه احيانا الواحد ما بيكون في له طاقه للشيء المعين اللي عم يعمله. مثلا مثل الفيديو اللي كنا عم نعمله، انا بعرف شو الفيديو ما رح اذكر كثير يعني عرفتي شو، بس بهذا الفيديو فعليا وقتها كان عمه ابو اغياد مرضان صاير معه الشيء اللي صار يعني وذكرنا لهم اياه، فكانت طاقتنا كثير منخفضه نحن. تمام. بهذا الفيديو ما بتصدقي انه انا طول ما انا قاعده تعرفوا انه حتى مقدمته عدناها لانه كان ما في طاقه، فانا لو ما عليت من الطاقه تبعيتي لحتى الباقي يتفاعل ما كان هيك حدا عمل، لانه كنا كثير تعبانين كلنا، فنحن احيانا بنقدم الشغله للجمهور عرفتي شو؟ مو لنا، لانه نحن اكيد ما في حدا بحب ينكد يعني على الثاني، خصوصا انه نحن بحبونا يعني. صح. وانت انه بدك تكون يعني اكثر شيء تبسطيهم بابهى صوره يعني تماما احسن ما عندك بدك تقدمي. يعني لو انت داخليا كنت مثلا شوي مزعوجه او شيء فبدك تبيني انت انه كثير مبسوطه وانه هيك كله تمام، ما بدك توصلي طاقه سلبيه للعالم يعني، لانه بحس انه ما ذنبهم يعني. اكيد اكيد يعني اللي بزعجني فيكي هي هاي الشغله، بس مو انه بزعجني فيكي، يعني انه بتمنى مثلا انك انت ما تنفهمي غلط من خلالك، انه لا اكون هيك لانه الناس عم تفهمني غلط. ايوه. هلا انا شو خطر لي؟ اوكي لا تكوني حساسه كثير لانه بتشلخي لي قلبي كل ما تتحسسي وتحكي كثير يعني. نحن بنفترق مثلا قبل ما تسافر هي اول شيء انه نحن على اساس ما بدي اشوفها ولا تشوفني ولا شيء، فلا تكوني حساسه لانه بتخليني انفجر. لا ايه ده؟ في يا جماعه ما راح احكي اكثر من هيك، بس لا تكوني حساسه كثير بس هيك عرفتي. اما كل الامور تمام يعني الباقي، بس لا يعني حلو الواحد يكون حساس بصراحه، ما خطر لي شيء. انا بحبك كلك مثل ما انت، لا تكوني ما بدي تكوني مثل ما انت دائما. نور خلص بليز. طب هلا راح يشوفونا ونحن عم نموت هيك، ما حضروها ولا مره. هيك يا حنونه بنكون وصلنا معك لنهايه هذا الفيديو. اوكي بتمنى تكونوا عرفتوا حنونه، تعرفتوا علينا، شفتوا اشياءنا الغريبه، وبنفس الوقت حكينا لكم هيك اشياء حلوه. ولا تنسوا تشتركوا بالقناه، اشتركوا بقناه نور وصلوا للمليون. حنوني ان شاء الله يا عمري. I love you too. اشوفكم باي.